المشكلة ان ده ماتش من الماتشات اللي انت ما تعرفش فيه تكون مبسوط ولا متضايق. تكون مبسوط ان فريقك بيكسب 3-0 في مباراة افريقية امام فريق متوسط المستوى، ولا تزعل انك مفروض تكسب 5 و6 و7 علشان تخوف اي خصم ممكن يقابلك بعد كده. الاهلي بيكسب سان جورج الاثيوبي 3-0، ولكن على الماشي على الهادي زي ما بيقولوا. مباراة كان نجمها الأول من وجهة نظري إمام عاشور وحسين الشحات. حسين الشحات جاب جونين أجمل من بعض، وجاب جونين منهم الجون الأول ينافس بسهولة على أجمل أهداف البطولة كده كده في الموسم ده. ولكن الجون الاول كان اسيست حلو 1-2 بينه وبين امام عاشور عشان ياخدها ويعملها كوبري في المدافع ويشوطها ويركنها ار2 على الارض، الزاويه الشمال ارضيه عشان يجيب جون جميل. الجون التاني كهربا اتعقد من كتر الفرص اللي هو ضيعها، قام بصاها لحسين الشحات عرضيه كده شبه عرضيه زي ما بيقولوا، عشان حسين الشحات يروضها وسط 3 مدافعين بيتفرجوا عليه هو هيعمل ايه، وبكل سهوله بيركنها علشان ينزل قفشه وعبد القادر بقى وكريستو بقى، هنشوف بقى الحلويات بقى. ولكن الاهلي ساعتها قرر ان هو يهدي الريتم خالص، وقرر انه يلعب على الواقف، وقرر ان هو يكون مستقنيس في الملعب، مش عاوز دوشه، لا عاوز يجي في جون ولا عاوز يلعب نفسه قدام الجون ويجيب تالت ورابع. ولكن في اخر هجمه في المباراه، عشان بس احمد عبد القادر كان نازل متضايق كده ومتنشن، الحكم فجاه كده قرر من نفسه يدي نص دقيقه زياده، فاحمد عبد القادر قرر ان ياخد سبرنت بقى، ويانا يموت يعيش بقى، يا يموت عيشه فل يا نموت احنا الكل، وخدها من نص الملعب وجري بيها زي الطرزان لحد ما وصل جوه ال 18 1-2 مع صلاح محسن، اللي برضو عبد القادر لقى نفس الثلاثه اللي كانوا مع حسين الشحات واقفين بيتفرجوا عليه، هو كان في وسط نفس الثلاثه دولت عشان بياخدها ويركنها بشماله ويختم المباراه بثلاثيه احسن من ثنائيه. ولكن كهربا النهارده ضيع فرص كتير قوي. طب هل ده ماتش نحكم عليه؟ هقول لك لا، ده مش من الماتشات اللي انت ممكن تحكم عليها، ولكن ده ماتش من الماتشات اللي انت تحكم عليه على النادي الاهلي عموما مش كهربا في تضييع الفرص. الله اعلم كولر هيفكر يعمل ايه، والدوري هيعتمد على مودست بس ولا هيعتمد على مين هيكون بديله، صلاح محسن ولا كهربا. عموما انا اعتقد ان هيبقى في تنافسيه، والتنافسيه دي هتبقى حلوه ومفيده لكل اهلاوي والنادي الاهلي عموما. ليه؟ لان واضح ان صلاح محسن كولر هيحتاجه في ماتشات كتير، ماتشات محتاج يكون محطه لو مودست مش يومه، او ماتش مع اقرب هنلاقي مودست وصلاح محسن هما اللي جوه ال 18 وكهربا هو اللي بيطلع عشان يلعبوا عرضيات. دي وجهه نظري. اعتقد في العادي لو مش عارف هو هيجيبها ازاي، ولكن اعتقد هو ده اللي هيبقى موجود، ان مودست هو المهاجم الاساسي وكهربا وصلاح هيتنافسوا على مين يبقى احتياطي مودست الاول. ولكن اعتقد ان هي هتروح اكتر لكهربا. ليه؟ لان كهربا مختلف عن صلاح محسن وعن مودست. كهربا هيبقى حركي، كهربا هيكون بيعرف يجري ويفتح كتير مساحات، عكس مودست وصلاح محسن اللي هيكون مهامهم اكتر جوه ال 18 والرأسيات والعرضيات. دي وجهة نظري. ولكن في عندي سؤال عاوز اسأله بقالي الفترة دي اللي هي الشهرين دولت. علي معلول ماتش سهل ماتش صعب هو اللي بيلعب اساسي. طيب كريم الدبيس هنشوفه ولا مش هنشوفه؟ رشدان ده هنشوفه ولا مش هنشوفه؟ اعتقد ده ماتش كان ماتش من الماتشات انك كنت ممكن تجرب فيها كريم الدبيس. واعتقد من وجهة نظر يوم الجمعة الجاية هنشوف فيه تغييرات كتير في التشكيلة، دي وجهة نظري واتمناها كمان. انا اعتقد ممكن ندي فرصة لمصطفى شوبير في حراسة المرمى، ممكن كريم الدبيس نشوفه اساسي على علي معلول في الباك الشمال، ممكن نشوف كريستو هو اللي يبدأ، ممكن نشوف كريم فؤاد لو هو عاوز يعتمد عليه بشكل اساسي، او يكون هو البديل بيرسي تاو في الجبهه اليمنى. احنا اعتقد ان كولر الماتش العوده يوم الجمعه الجايه هيكون هو مجهز خطه بديله او تشكيل بديل لبعض العناصر عشان الارهاق كام ده. عشان ارهاق ليه واحنا لسه لعبنا؟ لا لسه ما لعبناش، بس احنا داخلين يعني مع بقى خد بقى ادي ماتش سيراميكا اتاجل، مع ان انا كان نفسي تلعب في النص وخلاص، واديك هتخش في الدوري السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا والدوري وكاس عالم الانديه وهتدعي. وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل الدوري، يا جماعه عاوزين صفقات، عاوزين ناس.
الحمد لله جبنا مهاجم ومعانا ورجعنا صلاح محسن وفي كهربا، وبقى في تنوعيه في نص الملعب الهجوم. اي نعم كنا طمعانين في مدافع وباك شمال ولكن ما جوش، اتمنى يجوا على طول في يناير الجاي عشان الاهلي هيبقى مطحون السنه دي. مبروك لكل الاهلاويه، كان ماتش خفيف لذيذ كده تحلي بيه في النص ما بين الدوري الانجليزي وما بين ماتش الريال واتلتيكو اللي شغال دلوقتي وانا بعمل الحلقه، ومراتا لسه جايب جول من 5 دقايق جميل من عرضيه جميله علشان كيبا يتفرج عليها. ان شاء الله هنحاول برضو ننزل فيديو بعد الماتش الريال سواء بالليل بقى او بكره على حسب بقى ما انتوا هتختاروا بقى ايه. من اللايكات اليومين دولت نزلت تاني، الواحد مصدق عليت شويه، فلو وصلك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وادعمني ان كنت استاهل في اللايكات والاشتراكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.